عمرك شفت لاعب بيتوج بجايزة بعد ما يعتزل؟ أبو تريكة عملها. أبو تريكة في 2013 أعلن عن اعتزاله كرة القدم. في 2014 الكاف بيعلن عن الجوائز الرسمية للبطولات. فبنبص لقينا أبو تريكة في 2014 حصل على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه. أبو تريكة بدأ رحلته في كرة القدم وعنده 7 سنين في الدورات الرمضانية، كان بيمتع أهله وقريته. لما بدأ بقى عنده 12 سنة، صاحبه اللي طبعا الناس كلها بتشكره دلوقتي مجدي عابد إن هو قال لأبو تريكة إن هو يبدأ يروح اختبارات نادي الترسانة. راح اختبارات نادي الترسانة، طبعا موهبته الفذة ضمته للناشئين الترسانة. فضل يصعد في ناشئين الترسانة في جميع المراحل السنية ورا بعض لحد ما توصل الفريق الأول، وبعديها بعد 4 مواسم في نادي الترسانة أصبح من أهم لاعيبة نادي الترسانة في تاريخها. 2003 كانت فصل رحيل أبو تريكة عن نادي الترسانة. طبعا على الترابيزة جاله عروض من نوادي كتير زي نادي إنبي، نادي الزمالك. طبعا عرض نادي الزمالك اللي محدش ينساه، لأن عرض نادي الزمالك كان أعلى ماديا من عرض نادي الأهلي. ولكن شغف أبو تريكة وكابتن محمود الخطيب اللي كان نائب رئيس النادي وقتها، ده اللي ضموا أبو تريكة وخلوه يبدأ قصة كفاحه مع النادي الأهلي. طبعا مش هقدر اتكلم عن تاريخ ابو تريكة مع النادي كله، لان لو قعدت اتكلم عن تاريخ ابو تريكة مع النادي الاهلي انا محتاج ساعات وساعات او ايام عشان اقدر اتكلم عن التاريخ. فأنا عايز أتكلم بس عن أهم اللقطات أو اللقطات اللي خلّت أبو تريكة يبقى خالد جوّه قلوب جمهور النادي الأهلي، أو يبقى الماجيكو أو يبقى أمير القلوب، أو يبقى جميع الألقاب اللي كلّنا عارفينها. بطولة 2006 اللي أبو تريكة فيها عمل لقطة علّمت في تاريخ كل أهلاوي. في 2006 الأهلي كان بيلاعب الصفاقسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطبعًا جمهور الصفاقسي كان مبسوط وضامن، لإن في ماتش الذهاب خلص 1-1. فده خلّى إن جمهور الصفاقسي يبقى متطمن ونادي الصفاقسي متطمن إن هم رايحين يلعبوا ماتش العودة ومعاهم جون خارج الأرض. طبعًا خلاص احتفالاتهم بدأت تبدأ قبل الدقيقة 91. الدقيقة 91 أبو تريكة فجّر صاروخية في الشباك الصفاقسي، واتضمن الأهلي البطولة والأهلي كسب البطولة. ودي من لقطة خالدة في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ جمهور النادي الأهلي مدى الحياة. أبو تريكة جاب بطولة بعد ما كان خلاص صفاقسي ضمن إن هو جاب البطولة، وكان مبسوط جدًا، واللعيبة كانت بتحتفل خلاص، والجمهور كان بيحتفل إن هم هياخدوا أول نجمة في تاريخهم في دوري أبطال أفريقيا. بس أبو تريكة كسر كل ده وزعّل كل دول وفرّح المصريين. تعرفوا إن بعد كل ده أبو تريكة أصلًا راح الأهلي وهو كبير؟ فده يبين حاجة واحدة بس، إن أي حد شايف إن الوقت عدّى أو حلمه خلاص انتهى، فعايز أقول لك إن أنت لسه الوقت قدّامك. ودي نهاية قصتنا وبداية سلسلة جديدة من الفيديوهات. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي في الكومنتات أنتم عايزين الحلقة الجاية تكون عن إيه. مش مهم قصة لعيب، أي قصة كروية أنتم عايزينها هابُص في الكومنتات، وإن شاء الله أي قصة تقولوها نقدر نعمل عليها فيديو. وشكرًا.